مرحبا بكم في قناة المتكلماني. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ثم برشا أسامي تونسية متاع جدادنا وجداتنا محفورة في ذاكرتنا أما عمرنا ما فهمنا معناها. اليوم باش نعطيكم معاني برشا أسامي ونشوفوا حكمة أجدادنا. ثم أسامي يسبختوا بها كيما مبارك ومباركة ومرزوق، وثم أسامي أحجار كريمة كيما زمردة وياقوتة اللي ولات من بعد قوتة. ثم أسامي عندها معنى خاص، قبل كانوا ثم صغار يموتوا بكري، يعاد والديهم كي يموتوا الصغير الأول والثاني والثالث يسمي الأخراني ناجي باش ينجم الموت، وإلا عايش باش يعيش، وإلا يحيى باش يحيى. ثم نوعية أسامي أخرى كيما العيفة ومعيوفة والهامل باش الموت تعيفهم وما تدورش بهم. بالحق كانت النية موجودة. وثم زاد مثلا واحد خلفته الكل بنات ويحب يجيب وليد، البنية الأخرانية يسميها حدة، معناها حدك ثم يزم البنات وهات الأولاد. وثم أسامي عندهم علاقة بأيام الأسبوع كيما خميس خاطر تولد نهار الخميس، وجمعة خاطر تولدت نهار الجمعة، والسبتي خاطر تولد نهار السبت. ثم أسامي مربوطة بالشر والعياد كيما رجب اللي تولد في شهر رجب، ورمضان اللي تولد في رمضان، وعيدة والعيد اللي تولدوا في العيد. ثم أسامي عندها علاقة بالطيور كيما البرني والطاوس وحبارة. وأسامي يحبوا كيف يناديولو الصباح يستباركوا بيه كيما رابح وسالمة. شكرا لكم اللي تبعتونا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.